وحقق يوفنتوس الفوز على حساب ضيفه PSV ايندهوفن ب3-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا دائما. كينان ييلدز تمكن من وضع يوفنتوس في المقدمة بتوقيعه على الهدف الأول في الدقيقة 21. أضيف بعدها زميله ويستن ماكيني هدف السيد العجوز الثاني. وأحرز نيكولاس غونزاليس الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 52. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء دلل إسماعيل سيباري الفارق بهدف لصالح PSV ايندهوفن. مذاق التقدم ممتدا حتى بعد مرور أكثر من ساعة من اللعب. ليفربول أضاف للفرح درجة ثالثة بعد أن تمكن سوبوسلاي من التغلب على الحارس البديل اليافع تورياني. سارت المباراة محتفظة بثلاثية ليفربول. الريدز حدث ذاكرة الانتصارات بفوز جديد على ميلان. وبعد الخسارة أكد مدرب ميلان باولو فونسيكا أن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد، لكنه لم يتعامل بالشكل المطلوب مع تفاصيلها الدقيقة بتلقي هدفين في الشوط الأول. لقد بدأنا بشكل جيد، بدأنا بشكل مميز هجوميا ودفاعيا في أول 15 دقيقة، وكان الأمر يسير على ما يرام، لكن بعد ذلك استقبلنا هدفين من كرتين ثابتتين، وهذا غير كل شيء. نعم، البداية لم تكن جيدة، هذا واضح للجميع، ولكن ردة فعلنا كانت الطريقة الصحيحة، خاصة بعد خيبة الأمل في نهاية الأسبوع. أظن بأن اللاعبين أبرزوا قوة كبيرة جدا، شخصية قوية كذلك، هذا مكان يصعب التنقل إليه والجميع يعرف ذلك. إذا نعم، سعيد بالهدف، سعيد بالفوز، والآن حان الوقت كي نعود من جديد. حقق سبورتينغ البرتغالي الفوز على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين دون مقابل. فيكتور غيوكريش سجل الهدف الأول في الدقيقة 38 قبل أن يطرد الحكم غوميس من صفوف ليل في الدقيقة 40. وعند الدقيقة 65 وقع زينو دي باستا على الهدف الثاني لأصحاب الأرض، مؤكدا تفوق فريقه. افتتح ريال مدريد حامل اللقب مشواره في دوري أبطال أوروبا بثوبه الجديد بالفوز على ضيف شتوتغارت ب3-1، وذلك في مباراة شهدت تسجيل الوافدين الجديدين مبابي وأندريك لباكورة أهدافهما مع الملكي في دوري الأبطال. داخل هذا الصرح الجميل تاريخ سيروى لأجيال وأجيال، وعلى المدرجات جماهير توثق اللحظة لحدث سيظل راسخا في الذاكرة، ولعله حلم تحقق بمشاهدة ريال مدريد في البرنابيو، وهو الحلم الذي لا يريد عشاق الميرينج الصحوة منه. ريال مدريد حامل اللقب والرقم القياسي في دوري الأبطال يخط أول أسطر الموسم الجديد، وها هو المتألق الفرنسي كيليان مبابي يسجل حضورا انتظره مطولا بألوان الفريق الملكي في المسابقة القارية الأعرق. لكن البداية في المواجهة أمام الضيف شتوتغارت كانت مغايرة، فالفريق الألماني بدأ ضاغطا وحاول في أكثر من مناسبة زعزعة الدفاع المدريدي، إلا أن العملاق تيبو كورتوا أدى واجباته على أكمل وجه، محبطا كل المحاولات الألمانية. الريال رد الفعل عبر مبابي في مناسبة أولى، وحاول كذلك العائد من الإصابة أورليان تشواميني، إلا أن ألكسندر نوبل كان بالمرصاد. ومع تقدم دقائق المباراة أعلن الحكم عن ركلة جزاء لأصحاب الضيافة، إلا أن تقنية الفيديو المساعد أوضحت الخطأ للتركي الذي ألغى قراره لتتواصل الإثارة في اللقاء، ومن دون أي تغيير على مستوى النتيجة انتهى النصف الأول من المواجهة. خبرة الريال كانت في الموعد، وما هي إلا ثوان قليلة بعد استراحة ما بين الشوطين حتى افتتح الريال النتيجة عبر مبابي الذي دون هدفه الأول مع الميرينجي في دوري أبطال أوروبا، لتهتز الجماهير الحاضرة فرحا بباكورة أهداف الفرنسي الذي احتفل على طريقته الخاصة.
لكن في المقابل مخاطر شتوتغارت العائد بعد غياب إلى البطولة واصل التهديد لكن دون جديد أمام تصديات البلجيكي. الضيوف لم يرموا المنديل وكان لهم ما أرادوا بتعديل النتيجة من رأسية اللاعب دينيس أونداف في الدقيقة 68 مبعثرا أوراق الريال على أرضه وأمام جماهيره ولو لدقائق. ومع دخول المباراة المنعرج الأخير ارتقى روديغر أعلى من الجميع واضعا كرة لوكا مودريتش برأسيته في الشباك الألمانية معيدا الميرينجي في المواجهة. وفي الأنفاس الأخيرة ومن هجمة مرتدة سريعة نجح إندريك في وضع بصمته مع الريال في دوري الأبطال محرزا هدفه الأول في المسابقة تحت الراية البيضاء. الامتحان الأول نجح فيه الريال وخرج بنقاط الفوز وأدى ما عليه بخبرته في انتظار قادم لقاءاته في دوري أبطال أوروبا. إذا أنا ضربت أكثر من 200 مباراة في دوري الأبطال ولا أتذكر أي مباراة مرت بدون معاناة في مثل هذه النوعية من البطولات. عندما تلعب أمام منافسين أقوياء فدائما ما تكون المعاناة موجودة. الشوط الأول عانينا في الصراعات الثنائية وكذلك من أجل السيطرة على المباراة، ولكن بعد 20 دقيقة أعتقد بأننا لعبنا بشكل جيد، سجلنا الأهداف اليوم وصنعنا الفرص أيضا ونحن سعداء. وعاد أستون فيلا بالفوز من ميدان مستضيف يونغ بويس بثلاثية دون رد. الفريق الإنجليزي افتتح باب التسجيل بهدف يوري تيليمانس عند الدقيقة 27 وأضاف جاكوب رامسي الهدف الثاني بحلول الدقيقة 38 قبل أن يختتم أمادو أونانا ثلاثية فريقه قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء. استهل بايرن ميونخ مشواره في دوري أبطال أوروبا في نسخته الحديثة بفوز كاسح على ضيف دينامو زغرب الكرواتي ب9 أهداف ل2. ليصبح بايرن أول فريق يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة من دوري أبطال أوروبا بمسماه الحالي منذ موسم 92-93 من القرن الماضي. هاري كين منح تقدم البافاري من ركلة جزاء. وأضاف رافائيل غيريرو الهدف الثاني ودون بعدها ميكايل أوليسي ثالث أهداف أصحاب الأرض. وقلص برونو بيتكوفيتش الفارق لضيوف مطلع الشوط الثاني. وأضاف زميله تاكويا أوغيوارا الهدف الثاني قبل أن يعود هاري كين ليحرز هدفه الشخصية الثانية والرابعة لفريقه. من جهته عاد أوليسي ليدون هدفه الشخصية الثانية والخامسة للبايرن. النجم الإنجليزي كين فرض نفسه نجما للمباراة بعدما ترجم ركلتي جزاء ليحرز سوبر هاتريك. ليروي ساني كان له نصيب من غلة أهداف الفريق البافاري بتسجيله الهدف الثامن، فيما اختتم ليون غوريتسكا مهرجان الأهداف قبل نهاية المباراة بلحظات. سي حسن شو غندير انا؟ احنا لا داك الشيء كنديرو غنصوروا غير نلعب. لا ما تخافش اصاحبي مالك، صورك نتايا مالك.